السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل فراخ مشوية في الفرن. هنبدأ بالتتبيلة، فلفل حار والبصل والطماطم هنضربهم في الخلاط. بعد كده نضيف معلقتين من توابل الفراخ المشوية، ممكن نزودهم عليهم. بعد كده الزيت والملح والفلفل الاسود والصويا صوص. هبدأ ان انا اخلط المكونات دي. معايا فرخة منقوعة ليلة كاملة في محلول نقع عشان اللحم يطرى شوية. هبدأ ان انا اتبلها. هي الفرخة 2 كيلو الا ربع. هبدأ ان انا اتبلها بالشكل ده. طبعا هنا بنحاول ان احنا نعمل تجويف ما بين اللحم وبين الجلد، ونحاول ان احنا نحشي كل التتبيلة دي ما بين الجلد واللحم وفي الفرخة نفسها، عشان دي اللي هتطري اللحمة بتاعة الفرخة. هنا انا شويتها على طول، ما استنتش. طبعا هنا انا قفلت الرجلين من تحت بالورق الفويل وبدأت ظبطها على الستاند ده. معايا البطاطس وفلفل اخضر والوان. هبدأ ان انا اضيفهم. الفرن ساخن من قبل الوصفة، وهنا ثبت الاجنحة بالشكل ده، وهبدأ اضيف كل الخلطة. الفرن ساخن، الرف اللي هو فوق الرف اللي تحت، وهبدأ ان انا اشغله على نار عالية. كل شوية بضيف مية لها. انا ما شغلتش الشواية، ودي التسوية بتاعة الفرن. اخدت معايا حوالي ساعة ونص وطلعت بالشكل ده. هنا قدمتها مع رز بسمتي. اتمنى الوصفة تعجبكم.